في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن امتى نستخدم و an. النهارده هنتكلم عن امتى نستخدم the. اول استخدام لذا هو اننا لما نكون بنتكلم عن شيء اتذكر قبل كده في المحادثه. فمثلا اتخيل انك في مطعم واللي بياخد منك الاوردر سالك would you like soup or a salad. انت لما ترد عليه هتقول I'll take the salad، وده لان السلطه اتذكرت قبل كده في نفس المحادثه دي. وبنستخدم ذا برضه لما نتكلم عن شيء محدد والطرف التاني في المحادثة عارف الشيء ده، زي مثلا where is the car. هنا هو فاهم انك مش بتسأل على اي عربية وخلاص، الطرف التاني هنا فاهم انك بتسأل على عربيته هو تحديدا. احنا برضه بنستخدم ذا مع ارقام الترتيب او زي ما بنسميها الاوردينال نمبرز بالانجليزي، زي مثلا he was the first to arrive او that's the third time he's done this. ذا برضه بتستخدم مع صيغة أو صفات التفضيل، زي مثلا This is the most interesting book I've ever read. في الفيديو اللي جاي هنتكلم عن إمتى ما نستخدمش ذا أو an. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا عليه لايك وتعملوا متابعة لصفحتنا عشان تستفيدوا بالمحتوى اللي احنا بننزله عليها.